السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وأهلي وأحبابي، أنا النهاردة هنعمل البصص البلح المفصص، بس مش هنفرده على صواني ونسيبه لما يتحمص وينشف ونشيل كل يوم من الشمس ونحطه تاني. وطبعا نضطر نقعد نغطيه وكل شوية نخلي بالنا منه، علشان انتوا عارفين الحشرات والحاجات اللي بتتلم على البلح في الموسم ده. انا قشرته، غسلته وسبته يومين في التلاجة في المصفى عشان المية تنزل منه. بعد كده جبته، فصصته وطلعت البذر والقشر، حطيته يدخل الفرن. دخل الفرن على نار هادية، ما تكونش عالية قوي علشان تشوفوه ناشف بالطريقة دي. بعد كده قلبته على الناحية التانية ودخلته تاني الفرن لغاية ما نشف وبقى بالشكل الجميل دوتي. في بعد واحدة يعني ايه محروقة شوية، ده متاخدش بالك منه. كل دوتي بعد لما هيقعد هيهدى هيبقى زي الفل وجميل وطعمه جميل جدا جدا. هنخلص كل الكمية زي ما انت تحبي، هتجيبي كيلو 2 3 اللي انت حباه. ده بصراحة انا كنت جايبة يعني حوالي 5 6 كيلو، عملتهم وطلعوا معايا بالشكل الجميل دوتي. نشف سبته، لميته حطيته برضو في المطبخ في حتة بعيد عن الدبان وعن الحشرات، علشان ما يعملش عليه. خلاص كده تمام وبقى ناشف وجميل وطعمه ما شاء الله في منتهى الروعة. وهتوفر على نفسك الجهد ان كل يوم تطلعيه وتحطيه في الشمس وتشيليه تاني وهكذا. انا هنا عبيته بقى في اكياس على حسب ما انت عايزه. هنا مثلا الكيس الكبير دوتي علشان ان شاء الله هنعمل الكحك في العيد او في رمضان او في اي وقت. دي بقى دي الاكلات الصغيره علشان نعمل مثلا بيض بالسمنه البلدي. تحمريه كده بس في السمنه، حطيه الاولاد في سندوتشات اللي بيحبوا يعني. خلصت الكمية ودول مخدش معايا والله يعني ساعتين، ساعة زمن او ساعتين زمن بالتقشير بكله في الفرن. يعني ما تقلقيش ومش هيضيع وقتك ومجهودك، وبالعكس والله ده احسن طريقة. قولولي في الكومنتات بقى رأيك، ان شاء الله تعرفوا لي رأيكم في الطريقة الجميلة ديتي، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، واتمنى كلكم تجربوا الطريقة دي ان شاء الله. واشوفكم على خير، مع السلامة.